مع السلامة منه، توصين بالسلامة. نشوفكم ان شاء الله. هذا حامل عرض، حامل عرض. شوف هذا سويدي، سويدي صنع في السويد. اي والله. منتج سويدي. يلا. ايه ندعوا لها، ندعوا لها، ندعوا لها. ان شاء الله اشوفك الله ومستقبل. مستقبل راح تدافع، راح تحارب عن وطنها. باي باي، سلمينا على الحوريات. سلامة. حورين. هذه بس حورين. ها راح تروح حورين؟ هناك ماكو حوريات؟ لا مو بس انت. مو بس انت. مع السلامة. يلا سلمين، توصل بالسلامة. حياكم الله، ورجعنا وياكم فيديو جديد يا حبايبي من يوميات حليوة. اليوم الجو كلش حلو يا حبايبي، والشمس شموس. اجواء اليوم كلش حلوه، دائما اصور لكم اليوم البي شمس واجواء حلوه اصور لكم اياه. ومثل ما جاي تشوفون هنا الاشجار صارت صفرة. مثل ما تعرفون بلش عندنا الخريف، يعني ما بقى شيء، الشتاء راح يجينا ويصمتنا صمت والثلج يصعد فول عندنا. يا حبايبي انا قريت بعض الكومنتات وشوف تودينا مكان تصور لنا انواع الاسلحه الموجوده في فنلندا. اكو مكان عندكم تبيعون اسلحه؟ قلت له ابشر يلا بسرعة احنا نروح وشوف. سهلة على قولة منه. نروح ونراويكم. راح نروح ونصوريكم المكان اللي يبيعون به انواع الاسلحه وشنو انواعهن، بس اكيد ما بيع رصاص بس اسلحه. نصور لكم اياه وشوفوا انواع الاسلحه الموجوده في فنلندا، بس مكان للبيع يعني، مو مكان ما تجيش وتحسوا، لا مكان للبيع. المهم خلوكم ويانا وخلوكم هذا الفلوق الجميل، وانواع الاسلحه موجوده من صغير السلاح الى كبير السلاح، من الخفيف الى الثقيل، كلها موجوده. يلا خلوكم ويانا. من الاجواء مثل ما جاي تشوفون الشمس شموس اليوم، الاجواء كلش حلوه. روحي مثل ما تشوفون الاجواء حلوه عندنا ومكانكم خالي. دقيقكم شغله شباب، شغله واحده دق لكم اياها. الاسبوع الجاي ان شاء الله راح نروح الى دوله اسبانيا والى ولايه مالاغا، يعني محافظه مالاغا موجوده في اسبانيا. حصوريكم الاجواء اللي بيها والمكانات اللي بيها والحاتات اللي بيها، كلها لحم لحوم على البحر. لا يلحم زعلان. خليكم ويانا وشوفوا فلوقات، والله لا شبعكم فلوقات من فنلندا واسبانيا والمانيا وبريطانيا وامريكا وكل الدول، كل مكان. وراء اسبانيا حنروح الى الكويت، ومن الكويت الى العراق، ومن العراق نروح الى دبي والسعوديه وكل الدول، ونصور لكم فلوقات جميله. بس خليكم ويانا، لا تنسون اللايك والكومنت الحلو منكم يا حبايبي، وخليكم ويانا. وشمس شموس سهله. هاي وصلنا هذا المكان، راح ندخل ونصور لكم انواع الاسلحه الموجوده هنا. هذا الناظور مال القناص، هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة، هذا أربعة. أنا بصراحة ما أعرف أساميهن، بس شوف سعره جد، سعره شوية، سعره كله فوق 2000 يورو، 3000 يورو، 3500. شوف هذا، تعال لكم هنا. شوف هذا، شو واضح. شوف نوع القناص. هسه ادخلكم على اسلحه، قراكم هنا الناظور. هذا الناظور، الناظور اي هذا نشوف انت بس بالبوبجي. الناظور ده بس بالبوبجي نشوفن، هسه موجودات قدامي. هذا الناظور، شوف هذا جد حلو الناظور هذا. منه توتو شوف انواع الناظور موجود. شوف هذا مال سنايبر كبير. تعرفون ملابس مال اسلحه، ملابس عسكريه، هسه منه جاي راح شو يسوي، راح تحارب، راح يشارك بحرب. هاي شنو؟ ليش اخذت برتقالي؟ يشوفونك برتقالي. برتقالي يشوفونك منه. شارك. اي. هذا عندك ابيض مع هذا، لان ابيض لان هنا ثلج هواي فيلم. لا ما ادري، لا ما اعرف. بعدين انا قل لي. يا بعدين قل لي. تدرون هذا ليش؟ حسب ما فهمت منه، تدرون ليش هذا الخوذه هاي برتقاليه؟ هاي للصيد، يعني هنا دائما هم يروحون يصيدون الغزال بالغابات. في فنلندا اكو غزال يصيدونه، فهذا من يلبس الشخص ويروح يصيد. حتى قدام مثلا اذا اكو جيش شرطه او واحد جاي يصيد همينه غزلان في الغابات، بس يشوف هذا الكبوس يعرف انه اكو بشر هنا، حتى ما يقدر يرمي. مو حيوان بشر. هذا قصد منه، مو حيوان بشر. مو حيوان بشر، حتى ما يضربه او يأذيه او يموته، لان اسلحه يعني. يلا تعال نصور لكم باقي الاسلحه.
شوف هاي الملابس العسكرية، ما حسبكم بس بالعقوق أسلحة، هنا هم موجودة أسلحة عندنا يبيعون. شوف أنواع الناظور الموجود، شوف الناظور شوفها من هاي خشب، بس خشب هذا بس خشب أسلحة، يعني بس كفر للسلاح. هاي شوفوا هنا طيور خلين، هاي ملابس خاصة للصيد، يعني مو كل واحد يجي يصيد يلبس ملابس عادية، لا ملابس خاصة، لازم من يروح للغابات لازم يكون عنده هاي الملابس حتى يصيد، حتى المقابلة إذا شاف واحد لابس من هاي الملابس حتى ما يرميه بهذا المكان، لأن أكو الناس لبس. أي منها حصيد، ها خل لبسها حتى انت ما اشوف اني هاي بان. أنت ما شفنا الحين. يلا منا جهزت، راح نروح نصيد هسه، قاعد نلبسها ملابس. شو صيدنا اليوم؟ شوف هذا منا، شوف هذا شوف هاي سعرها قد؟ 300 يورو. اي بها اي لا مو هواي، 300 يورو سعر البدله هاي، سعر البدله 300 يورو. شوف هاي بدله ايش كبر، هاي بدله ايش طوله هذا ليش الجنط، خلوكم على الجنط. وهاي الجنط خاصه بالعسكريه. انا من خدمه عسكريه فنلندا، انا خدمه عسكريه ترى فنلندا، يعطوني جنطه خلوكم اياها مثل هاي الجنطه كبيره، بقيت هاي الجنطه بس اللون عسكري هيك. من خدمتي في فنلندا حصلت هيك الجنطه مال عسكريه بالجيش، يعني طونه. هاي انواع الجنط الموجوده العسكريه. وين جنطتك منه؟ وين جني؟ جنطتك وين؟ ايه اي وين جنطتك؟ هذه احمر. هذه احمر. جنطتها احمر. انا روح مدرسه. انت مدرسه شنو؟ احمر. عشان ما تعرفون منه راح تلبس لنا هاي البدله، يلا قدريها منه. ها؟ هو كبير، احنا نلبس كله كبار. راح تقاوم منه، راح تقاوم هسه، شوف الحرب جايه تحضر ملابس للحرب، جاي يتحدى. هذا عسكري، هذا عسكري هذا. ليش ابيض؟ اي ليش ابيض؟ لان ثلج فنلندا هو اكيد ابيض، حتى ما يشوفونه، ما حد يعرفه. هذا صغير. يلا تعال قدري، تعال خلينا نقدر يا شباب، خلينا نشوفه، نشوف. تعال قدر، تقدر الملابس العسكرية. باي باي، يلا لبسي. انتظروا واخد تلبس وتطلع. راح تلبس الملابس العسكرية وتطلع، خلينا نشوف ايش تطلع بالله. خلينا نشوف الملابس العسكرية على مني. يا الله، هلا لك، هلا بالحشد بالجيش، هلا. اي راح تحاربين عفي. اي والله، شلون تحاربين شلون؟ اي يلا استعد. تلبس، راح تحارب من كل التوفيق من اليك، راح تدافع عن وطنها. والله هرة. ايه مع السلامة منه، توصين بالسلامة. نشوفكم ان شاء الله. هذا حامل عرض. شوف هذا سويدي صنع في السويد. اي والله، منتج سويدي. يلا اي ندعوا لها ان شاء الله اشوفك الله مستقبل راح تدافع، راح تحارب عن وطنها. باي باي، سلمينا على الحوريات. سلامة. هورين هذه بس هورين. راح تروح حورين. هناك ماكو حوريات. لا مو بس انت. مع السلامة. يلا سلمين، توصل بالسلامة. هاي كسرية نسميها بالعراقي كسرية. هاي مال صيد، سلاح مال صيد هذا حاليا. اما هذنيك اسلحة، هسه لكم الامفور والشغلات، جميع الاسلحة صاروا لكم اياها بهاي المكان. تعال شوف. تعال. شوف هذا النوع، هذا كسرية هي والناظور مالته قناص. هاي شو اسمه والله ما اعرف حتى سامعين اسلحة. اي ما اعرف انا سامعين. هاي جنطة. ها؟ يا انو اللي يعرف اسامينا خليه يكتب لي بالتعليق حتى تعرف شنو اسامي هاي الاسلحة.
اوه تعال شوفوا هذا السلاح، شوفونا هذا السلاح هذا مو كل واحد يقدر يشيله، لان الاسلحه كلهن لازم يكون عندك ترخيص من الدوله حتى تقدر تشتري، اذا ما عندك ترخيص ما تشتري. شوف حتى ما اقدر هذا الام 4 منه، هذا لو هذا ام 4 او هذا ام 4 والله ما ادري، انا ما اعرف الاسلحه. شوف تخبل الاسلحه اللي والله شلون يسحب الاقسام، هذا قفل. اسلحه تحرك مفرد. شوف السلاح الرصاصي تخبل هذا اقسام مالها، هذا اقسام. شوف شوف اي اسعارها تبدي كلها من 1100 1200 1400 1500 1600 ولفوق. شوفونا هذا السلاح هذا. شوف هذا المسدس. Ei, se jälkeen itse asiassa. Saissa tuli. هنا يبيعون انواع الرصاص، هاي رصاصة وهاي رصاصة ثانية انواعها، وهاي رصاصة خضراء حمراء وزرقاء وخضراء، وهاي رصاصة صفراء. منه شنو الفرق بين هاي الحمراء والزرقاء والخضراء والصفراء؟ شنو فرق الرصاصات؟ دقيقة. إن ثلاث مختلفة. Niillä on eri tarkoitus se on. تعال شوفوا لي كاتم، هذا كاتم مال انواع الكاتم. هذا الكاتم الثاني. شوف هاي كلها كواتم. هذا الاحمر للبعد طلقه بعيده، هذا الاقل، هذا الاقل، هذا الاقل، يعني الطلقه تبعد. شو منه؟ هذا جي بي اس مال جلب. جي بي اس جلب. جلب اي. هنشوفه شباب، هذا يخلونه للحيوان للكلب يعني. شوفوا خلي هاي شوفوا للكلب عطوق يسوونه، هذا جي بي اس. جي بي اس. وهذا هاي اليك حتى اني اشوف وين انت روح، وين روح. شنو ليش قلتي؟ هاي اليك اني اشتري اليك حتى اني اشوف هنا وين الله يروح. وين الله يروح؟ روح منا وين تجي؟ خاف تقول انا فنلندا. هاي هنا انواع الحربات، شو مثل ما جاي يشوفونه. هاي حربة همينه، وهنا حربات. شوف هاي انواع الحربات. شوف احنا ما نقدر ناخذها ونلمسها بيدينا، ممنوع، كله مقفل. بس يريد يشتروا عنده، يريد يشتري وعنده رخصة من الحكومة يقدر ياخذ يعني. شباب مثل ما شفنا هذا الفيديو واستمتعنا وياكم وراويتكم جميع الأسلحة الموجودة هنا، وراويتكم مقتطفات سريعة. ليش؟ لهنا فنلندا هاي شغلات ممنوعة، يعني لا تقدر تشيلها ولا تقدر يعني تصور بها من بعيد. لهنا كله الا قرار او ورقة من الحكومة، تقدر تشتري هوية من الحكومة لك حق تشتري هاي الأسلحة او الطلاق او اي شيء موجود بهذا المكان. مو سهلة فنلندا انها تجي وتاخذ تشتري كسرية، حتى الكسرية اللي عندنا بالعراق تجي وتروح تشتري بدون اي ورقة من الحكومة. لا، هنا لازم يكون عندك ورقة من الحكومة حتى تروح تقدر تشتري سلاح الكسرية. بس هاي مو احسن مو؟ أحسن. اكيد يعني هسه القانون الفنلندي هذا شيء احسن. احنا بالعراق لا، صار هيك اي واحد يجي يشتري سلاح، فهذا شيء خطأ. مو زين هاي. لا مو زين، واكيد شيء خطأ. فهنا الا يكون عندك موافقة من الحكومة حتى تقدر تحمل سلاح وتشتريه وتاخذه وياك البيت، ويكون مرخص ومسجل باسمك من الدولة حتى لو كانت كسرية. مو بس هاي، يكون عندك بالبيت مكان خاص للسلاح، ويكون الخال مثلا مسدس تشتري، اعتبر اذا عنده واحد موافقة من الحكومة يقدر يشتري مسدس،
لا الشرطه لازم تجي البيت تشوف السلاح المشتريه يكون خاله ومكان ومقفول، والقفل ما حيدري بيه بس صاحب الشخص اللي عنده الهويه موافقه من الدوله يشتري سلاح. يعني لا ابنه ولا اخوه ولا زوجته ولا يقدر يشيلونه. ابوي عندي هيك. ابو منه عنده سلاح، منه ما تقدر تشوفه. ما تقدر توصل له. حتى اني ما اروح. خلينا بها مقفول قفل وتجي الشرطه بين فتره وفتره تشيك البيت اذا سلاح كان ما موجود بهذا المكان، اي واحد يستخدمه ثاني فراح ينسحب من عنده سلاح وينسحب من عنده الرخصه ويتغرم صاحب السلاح. اتمنى هيك نظامهم فنلندا. اتمنى حبيتوا هذا الفيديو البسيط ويانا وشاركناكم هذا الفيديو. فيا حبايبي مرت منكم على اللايك والكومنت الحلو منكم وكومنت حلو، وقولوا لي ايش تردون تشوفون على فنلندا وغير فنلندا اصوركم اياه. هاي واحده. اثنين، الاسبوع الجاي راح نسافر الى اسبانيا انا ومنه واصوركم فلوق قوي بمكان قوي كله لحم لحوم على البحر يابا. لا هناك نروح بس نصلي. شوفكم على خير. باي باي.